ليش مستغربين من الهجمة اللي صارت ضد النزلة من المدرجات بسبب الأغاني؟ ترى هو هذا شغل البروباغندا والعقل الجمعي. فمرة تشوف تعليق يقول ترى هذا رياء، فكلها تصيح اي والله رياء، ها رياء ليش تصورون؟ مع انه الرياء هو شعور داخلي ما يعرف به الا العبد نفسه الفاعل لهذا الفعل والله سبحانه وتعالى. بس هاي الناس اللي ينعقون خلف كل ناعق مثل ما يقول الإمام علي، عادي عندهم يسيئون الظن ويكسبون إثم ويتهمون الناس بس حتى يبينون إنه أفعالهم اللي مارسوها بالتخرج هي الصحيحة واللي ينسحب من عندهم هو الخطأ. ومرة يقولون هم مش عندهم جايين ما يدرون إن صورة التخرج بيها رقص وأغاني. أولا وحسب كلامك فالمفروض بعد لا يدخلون مطعم ولا مول ولا سنتر جامعة ولا نادي ولا يصعدون كوستر، حتى مواقع التواصل الاجتماعي ما يستعملوها. ليش؟ لأن هم يدرون بها أغاني. هذا منطق؟ ادخل بالفقرة اللي جاي على مودها وهي صورة التخرج، ومن يصير رقص وأغاني أنسحب وأشجع الناس اللي ما تعجبها هالفقرات المبتذلة على الانسحاب، سواء بصورة أو فيديو أو كتابة أو منشور. بعدين هاي صورة تخرجهم وحقهم وفرحتهم، ويردون يختمون تعب سنين دراستهم ويشاركون زملائهم بالفرحة وياخذون صور وذكريات. انت منو تريد تمنعهم من ممارسة حريتهم بالحضور؟ زين منو قال انه الحرم الجامعي والطالب الاكاديمي وبناة الوطن وصورة التخرج هي مكان للرقص والردح والاغاني؟ هاي تخرجات الدول كلها ما بيها هيك شيء، تخرجات محترمة وقاعات محترمة ويصعد الطالب فرحان بزي التخرج واهله يباوعوا له ويصوروا له، ومن يطوا الشهادة شلون يرفعها والناس كلها فرحانة. ليش اللهز؟ لو مرة يقول لك ترى هم ما سووا شيء، مجرد طلعوا من المدرج ووقفوا بصفه، يعني الأغاني بعدها تنسمع. اللي يقول هيك فهذا ما يعرف الفرق بين السماع والاستماع. فالسماع هو أن تسمع أكو أغاني مجبور عليها لكن ما تعير لها أهمية ولا تنتبه لها ولا تتفاعل وياها ولا تعرف ايش دا تقول، ومثال على ذلك من تروح للمول أو للمطعم. أما الاستماع فهو التركيز بالأغنية والتفاعل وياها وإظهار نفسك بمظاهر مغزية مع هالناس اللي يتمايلون بطرق مبتذلة. لهذا السبب أنزل بهالفقرة اللي ما تعجبني ولا تمثل معتقداتي وأشوفها شيء غلط، لكن للأسف أكثرهم اعترضوا على هذا التصرف والنزول وتصويره وتشجيع الناس على الانسحاب بحجة شوف يردني ظهر نفسهن بس هن شريفات وكل باقي الدفعة مو شريفات. هاي شنو؟ رغم اني شفت كل الفيديوهات للطلاب اللي انسحبوا اثناء فقرة الاغاني وما كانوا كاتبين غير انسحبت لان ما يمثل معتقداتي. ما حد قال احنا زينين وانتم مو زينين. ليش اكثر الناس تحسست؟ هنا يجاوبنا القرآن الكريم ويبين لنا من ذول أكثر الناس. فمرة يقول أكثر الناس لا يعلمون، ومرة لا يشكرون، ومرة لا يؤمنون. ومن يقول القرآن وأكثرهم يتبعها بكلمات منها جاهلون، خاسرون، لا يعقلون، معرضون، لا يسمعون، وأكثرهم للحق كارهون. وكلمة أخرى ما أريد أقولها لأنها جارحة تبدي بحرف الفاء. أخيرا اللي أريد أقوله لبناتنا وأخواتنا الكريمات، أنتن إن شاء الله ممن يشملهم قول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، واللي سويتون افتخر بي ولأن حسس الآخرين بتقصيرهم صارت هاي الهجمة عليكم. فشكرا لكم على فعلكم وحفاظكم على هذا حجابكم وعفتكم اللي ضحى من أجل هالشرفاء. بس نصيحة صغيرة وهي أنه نشر الفتاة لصورها حتى وإن كانت بكامل حشمتها مو صحيح، صح مو حرام لكن مو مناسب. وهاي الهجمة اللي صارت أحد سلبيات النشر. أما الطلبة الباقين اللي يعتقدون أنه الرقص والهز والأغاني هي تعبير عن فرحتهم بالتخرج، فصدقوني هالموضوع مو صحيح وما بي نتيجة غير أنه يقلل من قيمتكم أمام الله سبحانه وتعالى وحتى أمام المجتمع. فلا تغركم شعارات الحرية الشخصية وتأثير بعض زملائكم الزايعيها فد مرة بحجة أنه هو يوم واحد بالعمر. ترى أنتم أشرف وأهم وأفضل من أن تخلون نفسكم بهيج موقف وهيج تصرفات. زين يا طلابنا الأكاديميين؟